السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير جميعا. موضوع مهم 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 جدا. الموضوع اللي بتكلم أنا عنه عن المدخنين. بإذن الله بعد سماعك المقطع هذا بعدها بشهر ونص هتترك الدخان فعليا بنسبة 90%. أدري أنكم طفشتوا من سالفة الفيديوهات هذه اللي رئة مدري شلون وإنه يجيب سرطان الفم وسرطان الرئة. عشان أريحكم ماني متكلم عن الموضوع هذا أبدا، ولا نبقى قايل لك بدال الباكيتين اشرب باكت والإرادة وما أدري شلون. تدري وش أهم شيء عندي؟ يكون الباكت في جيبك. أبيك تدخن ليل ونهار. شفت كيف؟ أبيك تدخن ليل ونهار، ترى ما أمزح. أبيك تدخن ليل ونهار، صبح ومساء، بيدينك ورجلينك. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. أنا أعطيتك اللي تبي صح؟ خليتك تدخن ليل ونهار، لكن أنا أعطني اللي أبي. أول شيء لازم تكمل المقطع كامل. ثاني شيء الحين نبدأ. الشيء اللي أنا بعلمك إياه جربوه أعز الناس لي. عمي دخن فوق 40 سنة وترك الدخان. أبوي كنت أكثر واحد أتوقع ما يترك الدخان وتركه الحمد لله. واحد من أخوياي نصحته بالطريقة هذه وفعلا ترك الدخان. لكن شوف، أهم شيء أنت ودك تترك الدخان. في ناس لا مستانسين عليه ومريحين، هذا أنا ما أقدر عليه. السالفة ما فيها، هذه حبوب تشامبكس. طبعا في ناس أول ما يشوفون حبوب لا وفي أعراض جانبية وكأن هذا يعني ما زمزم ولا عسل ستر. أنا بنفسي رحت لمكافحة التدخين وسألتهم عن تشامبكس. أول ما دخلت المكافحة في وجهي صورة تشامبكس. سألتهم عنه هل يأثر على الضغط والسكر، قالوا لا، لكن اللي عنده أمراض نفسية وتشنجات هذا يأثر عليه. قلت أنا بنشر الموضوع هذا، تقدرون تطلعون معي في السناب وتأكدون على الموضوع هذا للشعب؟ قالوا نقدر، بس لازم تاخذ موافقة من اللجنة الإعلامية. راعين طويلة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ الشرح. أول شيء هو ينقسم كرتونين. كرتون صغير زي هذا اسمه ستارتر مدته أسبوعين، وهذا مدته شهر كبير. يعني الكورس كامل بعد هذا المقطع إن شاء الله شهر ونص. هذا ستارتر الصغير حق أسبوعين. أول ما تفتحه شوف تلقى الحين ويك 1 الأسبوع الأول هذا شمس وهذا قمر، صباح ومساء. يعني شوف هذا الأسبوع الثاني هم جدولينها لك، هذا الصباح وهذا المساء، هذا الصباح وهذا المساء، حبة الصباح وحبة المساء في اليوم الواحد. هذا اليوم العاشر، اليوم 11. وهذا الكبير حق الشهر نفس الموضوع، الأسبوع الأول، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، الرابع، الخامس، إلين الأسبوع الرابع. طبعا الشركة اللي مصنعة تشامبكس هي شركة فايزر. فايزر طبعا شركة عملاقة أمريكية بريطانية، ما هي مثلا دواء تايواني والأمير محمد بن سلمان نفسه رايح أمريكا ومتحدث مع الرئيس التنفيذي حق الشركة هذه ومتعاقد معهم على أساس يجيبهم هنا في السعودية. طيب إيش يسوي بالضبط هذا تشامبكس؟ وش يسوي بالضبط؟ أنا ليش أقول لك اشرب على كيفك، بس كل حبة الصباح وحبة المساء بس. مع مرور الوقت وانت تاكل حبة الصباح وحبة المساء وتدخن يبدأ يقل عندك التدخين تدريجيا بدون ما تحسه. يمكن تحس أول شيء بيتغير عليك طعمه، ثاني شيء ريحته بتتغير عليك وبتشمها زي ما يشمها اللي غير مدخن الريحة. بتوصل مرحلة بعدها يمكن إذا كملت شهر أسبوع كذا كأنك تنفخ هواء. وش الفائدة؟ هنا اترك الدخان، خلاص لا تدخن أبدا. إذا صرت تاكل الحبوب لمدة شهر وأسبوع، بقى أسبوع أسبوعين، أنت وقتها بتصير كاره الدخان. حاول تترك الدخان وتاكل حبوب صباح ومساء. يعني الكورس شهر ونص، أنت حاول قبل الشهر ونص ما تخلص تترك الدخان وتصير تاكل حبوب لحالها، خصوصا سجارة الصباح اللي بعد الفطور هذه. وصدقني ماني معطيك شيء ما هو مجرب وما هو معروف يعني أنا معطيه أبوي وشغله من أبوي، فلا تضيعون الفرصة، اقتلوا الدخان واتبغوا. فالحمد لله هذا نعمة من الله، يعني بيسهل عليكم أمور كثيرة. يا أخي دخن بكيفك، بس خذ حبة صباح وحبة مساء بس. واللي يبغاه ترى سعره حوالي 600 ريال ترى تقريبا في الصيدلية، لكن برنامج وزارة الصحة لمكافحة التدخين ترى يوزعونه مجانا، روحوا. وإذا نجح هذا المقطع بإذن الله وبعد توفيقه أنا أتوقع أنه ممكن يخلق موازنة في البلد وممكن تتغير إحصائيات المدخنين في السعودية. وبس هذا المقطع عندكم، باقي تجرب أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فمان الله.